والله يا رجال انه ما جاني، والله العظيم انا وش لي فيه؟ والله ما جيته. الرجال جاني في محلي وراح، وانا وش دخلني فيه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فبنعطيكم كذا قصة صباح خفيفة، لكن صلوا على النبي أول شيء. أولا هي قصة طريفة ويحكيها الشيخ المغامسي، يقول أنه الملك فيصل رحمة الله عليه كان عنده مستشار اسمه رشاد فرعون، اسمه كذا ولا هو رجل طيب وخير. وفي فترة من الفترات قرر الملك أنه يزور المدينة ويمر على الجامعة الإسلامية. كان وقتها موجود العلامة محمد الشنقيطي رحمة الله عليه موجود في الجامعة، وبدأ الملك يتجول في الجامعة بين القاعات والفصول إلين وصل المكان اللي كان فيه العلامة الشنقيطي يشرح لطلابه. أول ما دخل الملك توقف العلامة الشنقيطي عن الشرح، وكان الملك يعرف أنه هذا العلامة الشنقيطي، فأراد أنه يعرفه على المستشار. قال الملك فيصل رحمة الله عليه أنه هذا مستشارنا رشاد فرعون. قال الشنقيطي: أعوذ بالله، الله عز وجل يقول: وما أمر فرعون برشيد، وأنت تقول رشاد فرعون؟ فقال رحمه الله فيما معنى كلام أنه مرها أن يغير اسمه. فرحم الله الشيخ الشنقيطي. وهذه من المواقف التي تذكر دائما عند دراسة وفهم القرآن الكريم.